الله يعافيك ويسلمك ويأجرنا وياك يا ابو طلال. اي والله معهم، وانا اللي لقيته، والله انا اللي لقيته انا وابو ريان. هذول يا طويل العمر سالفتهم طالعين 4 رجال قبل 3 ايام للفسقنات، واثنين تخانقوا مع اثنين ونزلوا اثنين وخلوا اثنين باقيين للديرة، ولهم 3 ايام ما علموا الناس الا اليوم، متخانقين معهم معين لا يعلمون. وجانا الخبر اليوم الصبح، والله اتصل على بريان واركب انا وياه وطلعنا. يوم ان جينا قبل طلعت زلوم يتصل عليه ابوي، اتصل على بريان ابوهم يبكي واسعفنا وقال تكفون اطلعوا، وعلم في بريان الفريق وطلعوا. ودخلنا مع المسحية اللي تودي مثل الصقار وهكا الجهات يمين، دخلنا معها ب10 كيلو ويراسلنا سالمة الروضان، قال يا ابو ريان تعال الرجل عندي يطلبكم الحل متوفي. والله جيناه 4 كيلو عننا كان موقعه، وجيناه والعالم كلها مجتمعة متوفي. وانا احكي طول صوتي انا وبريان، قلت يا رجال الرجل هذا متوفي الله يرحمه هو ذا الكريم، لكن خلونا نمكن الثاني، بلكي الثاني انه عايش حي، لا احد لا تتوقفوا مو واقفين تتفرجون. والله واركب وانا وبريان ونتعدى يمكن تقريبا ابو كيلو، يا ماري بينها الحزوم طايح شيء تقل تتحرك. قلت ابو ريان شوف اللي يتحرك، قال يا اخي الظاهر انه تكرم تقل كيس بلديه ما هو رجل من السواد اسود. والله هو يدربل، قال له هذا الرجل ودعس انا وياه، كانوا العيال بعيدين عننا انا وابو ريان. والله ندعس ونروح ونغسله، جيناه قاطع روحه تبي تطلع بين الحياه والموت، وغسلناه وصبينا عليه مي وانا زخه انا وبريان وحطه بحضني، كنا بالغماره حتى وركبه بحضني، وندعس طول الطريق وانا اصب ثم زيت زيتون، كان روحه تطلع. اقول لك يا ابو طلال مشلق ثيابه وعيونه طلعات وقالب اسود، وقطرنا بثم زيت زيتون واشوى حتى وتنفس، يعني اشوى مكنا عليه. ورحنا مستشفى صوير ونزلناه بالمستشفى حطوه مؤذي، وبشرك الرجال الحين الحمد لله بخير ونعمه ما بخلاف. وتأخرنا والله ما طلعنا من المستشفى للساعة 1 الظهر، تخبر هالشرطة تحقيق وما تحقيق، والحمد لله الحمد لله الله يرحمه المتوفي. والولد هذا الحين بالعناية حاطينه تحت المراقبة، لكن قالوا إن شاء الله ما بخلاف، حاطينه بالعناية قالوا، وعليه حرس حتى الحين عسكر مانعين عنا الزيارة، ويا رب لك الحمد.